والنبى المجدد تعرف يا محمود افندي. حرمة الخاطر. اصل انا لمحت شوفوا من هنا العب يا محمود افندي. انا بسال بس. وين وكيلتك تتكلم عني؟ دخلك ايه انت تسال؟ استحي قول من هنا. معلش يا محمود افندي اصل هو ده معلش. انت لازم فيا ليه؟ عايز فيا ايه بالظبط يا باشا؟ انت عايز ترشيني يعني؟ ايه دي؟ طب وده كلام برضه يا محمود افندي؟ ارشيك ازاي؟ ده ما بدل ما ارشيك ادفع اللي عليا واخلص. ايه؟ يعني ما برتمش يا بس بكلمني يا محمود افندي ما توجعنيش في غلط. أنا بس بيت ضعف. حضرتك قدمت البلاغ للنيابي ولا ما قدمتوش؟ انا كان نفسي اقدمه. متشكرين يا محمود افندي، ربنا ما يحرمناش منك. انت بتشكرني على ايه؟ انا ما بقدمش لو كان النيابه ما قدمتش انا هقدمه بكره ان شاء الله. طب وانت تفتكر يعني يا محمود افندي وكيل النيابه دي هيكون موجود بكره؟ هيروح فين؟ جايز يكون عيان ولا حاجه. هروح للبيت مش هيقول لا. هو البركه فيك برضه يا محمود افندي. عايزك اعمل لك ايه يعني؟ انت بايدك ما تقدمهوش. مش مكان يعني؟ ده يفهم انت بقى. انت عايز عليها انت بقى. يعني الناس دي اللي قاعدين دول يكتبوا على قضيه يعني ايه؟ راجل امين. طبعا يا محمود افندي ودي حد يقدر يتكلم فيها دي. يا بدل ما تضيع وقت يا هلال وتجي في دماغي تروح تدورك على حل ولا شوف لك طريقه وياه. يعني اعمل ايه؟ انت لحد الساعه يا يا محمود افندي وصل الامانه اللي واخده عليا العمدي ب 2000 جنيه وانا ما فيش في داري قرش ابيض والبقره اللي كانت حيلتي بتصي اجيب له منين؟ انت عايز تنهزم يعني؟ انا عايزه يصبر عليا شهر ولا اتنين كمان. العمده صبر عليك كتير انما انتم صمصوا ما تمرش فيكم بالمعروف ما لقاش فايده وياه. قال لك ان مستعدين يفوتهم لي. يفوتهم لي ايه يا محمود افندي؟ بقى العمده عايز يفوتهم لي ده عايز ايه؟ عايز اخد محل حنفيه يريحني فيها ايه يا واد يا لما اختك عايشه تديله شهر ولا ال 2000 دي الداهيه السود. انا اختي ما تخدمش في بيت العمده. ايه تصنيف بقى؟ تقصد ان العمده راجل مجنون؟ لا يا محمود افندي انا ما قلتش كده. طب انت ترضى ان اختك ولا بنتك تشتغل في داره؟ ادي اخر كلام مع الفوت زيك وسع كده. يا محمود افندي انت زعلت مني؟ ده اللي كان قصدي امثل لك بس. انا عن نفسي بص امانه بشهرتي وبعود الله الصبح طالع على المركب. طب بس شور عليا اعمل ايه؟ يا اخي ده انت متعب. لا انت عايز تدفع ولا انت حددت ايه بقى شكك عليه ولا انت راضي بالحل المعقول اللي بيعرضه. اسمع لي اتكلم. ده ليه يا واد انت خلاص يا محمود افندي. انت بالله العظيم خلاص يا محمود افندي ابعد يا شحات اعمل معروف. انا غلطان. خلاص يا ناس انا خلصت كلامي معاك. روح روح اشوف اختك فين وروح بره. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ منك لله يا راجل يا مختار منك لله. خير يا ابو عامر القضيه عملت ايه؟ المحامي يا سيدي ما تقوليش عايز فلوس. خش ليه؟ يا قضيه ولا مش قضيه؟ لا قضيه خلاص بس انا صارف على الحاج جد وزياده كان اهون عليا هتنازل وارتاح. طب هو يا اخي لما تنسيني احب حاجه مجاورين ومحامين ونيان عشان يحفظوك صراحه عشان ما تبقاش واحد زي ما تكون مستنيك يديك على بزاله ياكل عليك 10 بزاله. طب والمحامي عايز كام يعني يا سي محمود؟ والله ما اعرف معروف ايه دي؟ طب استنى ده يا سي محمود استنى نتفاهم اهو فاتني ومشي. بالله العظيم لو سمعت حس من اي هلفوت يحبس. وانت مالك بينا ادينا اهو والدين. وانت مالك بينا انت يا غفيران؟ اسمع الكلام اهو انت اهو حضرة العمر وحضرة شيخ الغفار على الزوم وياكم اسمع صوت هلفوت فيك. وانت مالك بينا انت بقى يا غفير انت الناس؟ الكلام انت بالذات يا ابو فيك وانت وليد ما تتكلمش خالص وانت يا بنت انت بتاع كلام اهدي يا واد يا مريض انت قاعد تنكد وانت مالك انت انت كمان واقعد على الكرسي. انا كنت عايز اقعد هو كان كرسي يا ابوك والله انا سامع عمري انا بلصتك ولاد اهو مواصل ما تقومش
كام؟ انت مش رابطه معاك يا عمدي؟ طب المفروض كان يكون هنا من ربع ساعه. انا ما عرفتش زدت اتاخر ليه؟ وانا كان رايي الصنداره في الدار يا عمدي. ماني متفق وهيجي على هنا. مش لازم يكون تعال وعايز تتعشى. يعني مفيش ولادهم معاك يا سي محمود؟ ازيك يا حاج بارة؟ مين دي؟ تعالى يا واد اما اقول لك. ايوه يا حاج. تعالى يا حبيبي. ايوه ده واد هلفوت زيك. تضحك عليا انا يا حاج. ايوه انت ليه ما قلتليش ان البقر عيان؟ عيانه ازاي يا حاج؟ ده انا لاقي لك البقره تحصل ايه؟ الدكتور يا اخويا كشف عليها وقال لي ان البقره مش هتكمل اسبوع وتموت. تموت ازاي؟ يا حاج اكيد الدكتور ده غلطان في حاجه. انت بتقول ايه؟ انت تبقى مكتب من الدكتور بكره الصبح تجيب فلوس وتيجي تاخد بقره. ما انت عارف ان انا لو خدت الفلوس منك دفعتها للدين اللي عليا يا سي منصور، ده كان هيحبسني. انا ماليش دعوه، اتصرف، البقره هتموت وانا الخسران في البيعه دي، امشي وانا حذرت. عم منصور عايز يا واد يا هلال. هو الشاعر هيقول ايه اللي لا؟ انت يا غفير الزفت. ايوه حضرة العمر. قول لهم احكي لنا قصه ابو زيد. يا عمر اقول لهم يا جماعه ياخد معلوما ان حسان الشاعر هيحكي لنا الليله دي قصه ابو زيد. انا كان نفسي اسمع قصه البهلوان. ما تقول يا ابني. وانت مالك كده؟ انت واد قاعد ليه كده؟ اه قاعد يا منصور. ما تقول ده انت كويس. اسكت انت يا غفير. انت واد يا شحات. تعالى يا ولد. انت يا واد داير في العزبه كلها بتكلمني. انت شايفني اراجوز انا بكلمك في الخير والله يا حاج. في الخير. طب والله العظيم ما هسيبك غير لما تقول انا مش راجل. سيبني يا عم منصور، انا ما بحبش الهزار ده. والله العظيم ما هسيبك يا واد يا شحات. بحول يا سي منصور. اي والله ما انت تاجر مواشي. انا هزعل يا عم منصور. برضه مش هسيبك يا واد يا شحاتي. طب تسمح لي بكلمه؟ هي كلمه واحده. قول انا مش راجل يا ولد. ما تسمع الكلام يا واد يا البودين. اسكت يا غفير. انا يا فندم. ما تقول يا واد يا شحات. مش راجل يا عم منصور. والله كفيت على ودن الواد يا ده واد هنفوت ما يستاهلش. بعد اذنك يا سي منصور انا يا رضيع. هو ده ليه خليه يضحك. خد يا واد يا شحات، خد يا واد اقول لك. يا واد خد لما اقول لك يا واد. سامع عمر الود وتصدق. يا واد خد لما اقول لك يا واد يا شحات. ما ترد يا واد يا البودين. حاضر الشيخ الغفر بينادين. اسكت يا غفير. حاضر يا فندم. مش عايز تيجي يا شحاتي؟ انا كده خايف على ودنه الثانيه يا عم الشيخ اسماعيل. انت يا غفير الزفت. قول لي العالم دي تسكت. انا بقول ان كنتم بتحددوا لغايه ما يجي حسان الشاعر. احنا لو كناهم يتحدثوا هيفضلوا يتحدثوا ان شاء الله يجي مليون شاعر. ان على الكلام يا واد من نبلوه. ان على الكلام. الناس ابتدت تجلك يا عم. انا جات لي فكري انما هي جو. ايه يا سي منصور؟ ايه رايكم لو نجيب الواد شحات العنكبوت دي يضحكنا ويضحك الناس لغايه ما حسن الشاعر يجي يعني. ازاي يا سي منصور؟ هيعمل ايه يعني؟ الوقت نشوف. واد يا شحات تعالى اما اقول. خد يا عم منصور، انت بتاعي وانا بتاعك. يعني هتعديني يا شحاتي. انا بتعملها يا عم منصور. تعالى انت بتعمل ايه؟ ده مين بتخوف؟ يا واد تعالى ما تخافش اما انك جبان صحيح. يا واد طوع يا واد يا شحات. اطوع يا عم الشيخ اسماعيل، وبضمانتك انت ما يحسبنيش. وضمنت يا واد. ايوه تعالى بقى تعالى يا واد يا شحات. ما تخافش يا والي ما تخافش. انا عايزك تهزيك. انت عايز مني ايه بالظبط يا عم منصور؟ انا مش عايز منك حاجه. انا حددت عليك وعايز اسيب لك قدام الناس دي كلها. ما خلاص يا عم منصور، ادي خلصت. لا لسه. ده غلط اللي عملته فيك قدام الناس لازم تاخد حقك بالكامل. حكي حكي يا عم منصور، انا ماليش حق في حاجه. سلام عليكم. يا واد بص ده شيء تعالى يا واد يا شحات. عمد لك بعد دي كلها. ازاي يا سي منصور؟ عندي حته واحده. هو رئيس القاعده الحاج يقول زي ما هو عايز وكل طلباته مجاب. يعني عايز نعمل ايه يا عم منصور؟ انت اللي هتقول وكل يجي على هواك. ما بلاش تحكي يا اخوان انا بتكلم جد. انت بتتكلم جد يا عم منصور؟ جد جد يا شحات. يعني مفيش اذيه؟ شرف ما في اذيه. عم الشيخ اسماعيل في ضمانتك. وضمنت يا شحات. لغايه ما الشعر يجي ايوه المدفع الشهريه يا شحات. اقول اللي انا عايزه، اتصرف، اطلب طلبات. زي ما انت عارف. عم الشيخ اسماعيل في ضمانتك. وضمنت يا واد. موافق يا عم يا منصور. واد يا شحات. ايوه يا عم خد منصور. الحبايب والله بقصرها فيك. خد يا ولد. خد وخد الفرقه دي كمان. ايوه عشان ايديك في الدور يا عمدي. من المدرسة حلو في رجلي يا اولاد. مبروك عليكم يا مدير. الله يبارك فيك يا اولاد. باين المسألة جد يا شحاتة. لكن هم بيعملوا ليه كده؟ يقصدوا ايه؟ ضروري هم عايزين يتحبوا.
فيهاش حاجه. هم يضحكوا وانا اعمل عمر، يعني كل واحد فينا هياخد حقه. أنا هتصرف. واد يا علاء. ايوه يا شحات. خد يا واد. مش انت بتعمل سحر؟ ايوه بعمل سحر. طب اعمل سحر. اعمل بجد يا شحات؟ ايوه يا واد. طب هات الساعه بتاعتك. يا واد انا لو لابس ساعة ما كنتش جاي. طب هنعمل ايه؟ انا هات الساعه. عم منصور هو الوحيد اللي في العزبة كلها اللي معاه ساعة. طب قول له هات الساعه بتاعتك. عم منصور عايز ايه يا شحات؟ انت قلت لي ان كل اللي اطلبه يتنفذ، حصل؟ حصل يا شحات. وانا عايز الساعة. الساعة دي ايوه يا عم منصور. بس دي غالية يا ولي. مش مهم يا عم منصور فداي. لسه يا غفير. ايوه يا عم. خد اديله الساعة دي. عينيا يا عم. خلص يا غفير. شعرك. شايفين يا رجاله؟ ايوه الساعه بتاعت العمده ايه؟ سليم؟ ما فيهاش اي حاجه. اما نشوف دلوقتي بقى ايه اللي هيحصل. الحاج يا عم لا لا ده سحر والساعة ترجع سليمة. سحر ايه يا سي منصور؟ هو اللي اتكسر عمره بيتصلى؟ يا ابني كلم انت بتشتم ابويا؟ طب خلي بالك بقى عشان ابويا قاعد تحت. لا وزع خلاص يا عم منصور. عم الشيخ اسماعيل. عايز ايه يا واد يا شحات؟ انا عايز الغفير دي يجي يقبض على واد الجحش دي. شفتوا اهو يتشطر عليا اهو. ما لقاش غير الجحش ويعمل عليه عمده الفول زي روح يا ولا غفير يا واد. شفتوا؟ انا العمده انا فيه. انا بقيت العمده. انت تلاقيها عندي يا الفوت انت حصل. انت بتزعقني؟ ايوه من زعل. عم الشيخ اسماعيل. خلاص اسكت. بص انا جاي لك واد الجحش من تحت. ايوه يا اخويا هتروح. انت واد الجحش. عاوز ايه؟ معانا في واد ايه؟ اكون معاك ليه؟ وانا لا سمح الله عملت حاجه. تعال نروح فيه. ايمن انت تسوق كده. تعال. طوبة اتفضل اهو. والصباح رباح يا ابن زنوب. انت بتقول علي ابن زنوب ايه؟ عم الشيخ اسماعيل. خلاص اسكت. عايز يا وديني. واد يا جحش انت بتكلمني كويس يا واد. انا العمده.
عم. ما بلاش كلام فارغ امال، قول عاوز ايه؟ يا واد انا عايز اعملك يا شرفان. اخي بلاش لعب فارغ، اوعى كده. يا واد طوعني تكس. وانت عايز نعمل لك ايه؟ تحترمني وتقدرني قدام الناس وهعشيك. انا هطلب من منصور ابو الساعه يجيب لنا عشاء. ها؟ طب ونفرض يعني مثلا انني وافقت، عايز نتصرف ازاي؟ تقعد معايا ولا اقول لك عليه تنفذه وتحترمني قدام الناس. لغايه ما يجي الشاعر مش كده؟ بس بلاش سيره الشاعر دي. امال لغايه امتى؟ طول ما انا عمدي انت شغال وتقوم بالواجب. يعني انا ابقى شيخ بلد بجد؟ طب استنى بقى عشان ابقى شيخ بلد بجد. ايه ده يا واد؟ انا محضر مفاجاه. ايه دي؟ يا لهوي والله ده طول عمرك عايز عدم. ايه ده يا واد انت بتعمله دي؟ الناس دي ايه رايك؟ انا كنت انت واحد من الاعيان يعني. ما جيتش البلد يا لفين، انا ما جيتش البلد وياكم حد يقول لي يا جحش تاني. انت يا جدع جاي يا عمده. الحكايه دي انت شيخ بقى ما تفتحناش قدام الناس. حاضر يا عمده هخلي بالك. ولما تقول لي يا عمدي ما تبقاش في التكوف. وانت يا عمده ما تقوليش يا جحش تاني. برضه ايه ده يا شيخ بقى؟ انت شويه هو ده اللي قلت لك يا بابا. انا افكاري ما تنزلش الارض ابدا واللي اما والله لا جبت دبرنا يا شيخ بقى. تدبير لله يا عمده. انا خايف من الحال. خمس ازاي يا عمده وانا معاك؟ انا خايف الناس دي تجري ويستفاقوا دمني. وبعدين يعني مش هتعشي؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا مستعد لا يا عمده، احنا مش نبغى نحترم بعضنا قدام الناس. انت بتفكر يا عمده؟ انت مشغل مخك تقصد الكلاميه يعني. انا عارف انها منصوره شيطان لكنها مقضيها غلط، ستراني وخلاص. تفتكر يا واد ثواني بقيت عمدة صحيح وانت بقيت شطانك في الصحيح تعمل ايه؟ ها؟ عموما يعني انا شغلانه مش بطالي احسن من نجري السباق دي. وانت يا شحات لما تبقى عمده هتعمل ايه؟ تعرف اول حاجه اعملها ايه؟ ايه؟ هبعت اجيب المخفي اللي اسمه منصور السعدي. يا نهار اسود، المخفي منصور. وبعدين وبعد كده هبعت اجيب البت دي ابوها وهخليها تسمعه كلامين على وشه قدام كل الناس. وسخ ده يا عمدي. وبعد كده هحرم عليها ان هي تقطع عقد بالطاق. هبدا ليه؟ فتتني واتجوزاني يا عمدي، وهاني هبدا شيخ بلد برضه. واتجوز عايشه اختيلات واشتري لها جيزه وهدوء وابني لها بنت بيت وعربي كمان. طب والناس يا عمدي كل الالافين دول هتعمل معاهم ايه؟ هقطع كل وصلات الامانه اللي في البلد واحكم على الناس لا يشاركوا منصور ابو السعد على بهايمهم ولا يشيلوا حاجه من حق الفار. واعمل الحته دي كلها دوار وهملها طبال عشان كل اللي رايح واللي جاي يتعشى وما يبقاش فيه قضايا يلعب فيها محمود افندي ابو عامر. نلاحظ انهم ابتدوا يستوقفوا دمني، هنعمل ايه؟ على اي الاحوال انا اللي نادي عمدي مش كده. وين شيخ بلد؟ قدامنا فرصه قبل ما الشعر يجي. رايك ايه؟ ده نجرب نتكلم معاه عشان انت عايزه يعني عشان نتجوز نعرف نتكلم ونفهم. سلام على افكارك يا عمدي. هدير عمد ولا بلاش؟ كل الالفات اللي هنا يوم كل الالفات يوم انا هرفوت يا شحات العب وياكم. وانت ناص انت تقعد على المكان. ما تقوليش انت ناس، ما تقوليش ما قلت لك انا هرفوت يا شحات. بيعملوا لك كده هنشوف يعني احنا ورانا ايه يا حاج مبارك. روقوا شويه نشوف الحكايه دي يا عمر. شيخ الباب ايوه يا عمدي. احنا الظاهر كده مش هنعرف نمشي كلامنا عليه. ما تخافش يا عمدي، انا هتصرف. كل الانافيق اللي عايزين يتعشوا يومك. ما انا وقفت من بدري اهو. انا افكاري زي كده. انت هتتحكم دلوقتي. شيخ الباب ايوه يا عمدي. انا هطلب من منصور ابو الساعه يجيب عشاء للهلافين بالوقف ولما سمعوا ست العشاء. وتفتكر هيوافق؟ هنشوف. عم منصور عايز ايه يا شحات؟ انت قلت لي ان كل اللي اطلبه يتنفذ حصل. حصل يا شحات. وانا بطلب ان كل الالافين الغلابه دول يتعشوا. ومال انت يا غفير الزفت. ايوه يا عمدي. روح هات عشان الهلافين دول. انت عايز عشاء يا عم للالافين؟ ايه عشاء يلا يا حبيبي اطلع بره. احيه احيه وعيون كمان. شيخ الباب ايوه يا عمدي. اهو وقف. ايه الالافين اللي واقفين دول؟ اطلعوا قدام شويه. ايه دي؟ خد يا وليد. ايه؟ انت واقف ليه؟ انت مش هنفوت. ازاي يا اخي؟ ده هتفوت وانت هتفوت كمان. انت واقف عمود بحار. يا شيخ دول دلوقتي اهو. ان شاء الله يكون شبر واحد وكمان حضرتك بطل. بقري ايه؟ ما منصور مشاركنا عليه. وايه بقى اللي يثبت؟ وده عايزه اثباتات. هي في بهيمه في البلد مش مشارك عليها 200 في وصل اماني. رايك ايه يا شيخ الباب؟ والله ما دام مش هناكل وهندوب بس نجيب خليها الفوق. خليها
انا معاكم يا شحاتي. يا واد يا راس، انا قلت لك ارجع مكانك، انت لسانك صفر وياك تنطق الاسم ده تاني على لسانك. انا ويس ترجعش يعني. انت تمسك لسانك يا واد يا مسح احسن. خلاص يا عم، ده غلطت بقطع لسان. خلاص يا شيخ بالك، حقك عليا. ايه اللي بيعملوا واد شحاته دي يا عم؟ مش فاهم بس والله لا تبقى اسهل يا عم واد يا شحات. ايوه يا عم منصور. جرب عليا لما اقول لك. ما تسيبنا شوف شغلي يا سي منصور، هتعطلني ليه بس؟ رايك ايه يا شيخ بالك؟ روح له ما فيهاش حاجه. ايوه يا عم منصور. جرب عليا يا واد لما اقول لك. يا عم جرب يا واد. اديني جربت. انت يا واد ناوي على ايه؟ وايه اللي بتعمله دي؟ تقصد اللعبه دي يا سي منصور؟ ايوه اللعبه دي تقصد بقى ايه؟ اصل هم بيقولوا ان انت وحدها ما تسكبش يا سي منصور، واصلك انت مش عارف. احنا بمشيئه الله كده ناويين نفضصك من الضحك يعني يا سي منصور. كده يا شحاتي. ودي بقى بضمانت انا يا عم الشيخ اسماعيل. خلاص يا سيدي. خد يا ناصر. ايوه يا عم. خد يا ولد. روح جوه على الدار. خد يا ولد من هنا. روح جوه على الدار، نادوا ام وزيره بخت، قول لهم ان شحاته بقى عمده وعايزكم، وفوت على دار هلال هاتوا وياه. دوام يا ولد. تكتبهم لي فرع يا ولد انت كبرت وبتشحتك. يلا العيش وشي يا عمده، العيش وشي يا رفيق. هات يا ولد الصينيه دي. ايه دي؟ مين اللي كان الحته دي يا ولد؟ الحته دي؟ ايوه دي. الجثه كلتها بره. الجثه؟ فالجثه يا تاكلها كلها يا تسيبها كلها. الجثه كلتها. مالي على بوكك. ايوه امشي يا ولد، بطلت تفاصيل. تعبني. يا ولد امشي. ما تزعلش. لا. خد. ايه اللي شغال بالك؟ عمك يبدا ولاد. يا ولد امشي يا ولد. حط الصينيه قدامنا على فيك يشغل بالك. خليهم ياكلوا. يلا يا ولد انت اهو. ولد ايه يا ولد؟ فل الكابوس لو كان مخيف أحلى من الحلم السخيف، صدقوني مش بنام، خايف أحلم من الريح. الكابوس لو كان مخيف أحلى من الحلم السخيف، صدقوني مش بنام، خايف أحلم من الريح. ايه ده يا ولد؟ ايه كده؟ انا كنت عارف من الاول ان انت واد طماع. انا قلت لك يا عمده ده عيل زفر واحول وحرامي. والله كنت جعان يا عم. هات يا واد الاكل ده. اكل شويه اكل هاته بقى. يا ابني يا حول يا حول بابا. شوفوا بعينه مكان. يا ولد قلنا شغله في الشعبيه. اديكم اسد. اكله ما كانتش على بال حد فيه لما تيجي نتعشى. لا البركه فيك يا شحات. ابن عامر يا سي منصور. انت تخرس خالص، لما العمده يتكلم انت تخرس خالص. انما هم اكلونا ليه يا شحات؟ يكون في دماغهم غرض. غرض يا ابو فيك، يعني هم خدوا منك العزبه يا خالد، ودلوقتي مين اللي قاعد معاني ومين اللي هيفوت؟ انا معاكم يا شحات. اقعد يا ناصر. خليه خد يا غفير. انت يا ولد. خد يا واد امشي. عايز ايه؟ حط الصينيه دي بره. ايه دي؟ خد يا واد امشي. انا كنت عارف ان هو هيجيب لهم عشاء. انا كنت عارف. انا عايزاه يا ابني النخلوه. الحاج حضرة العمر الغفير ده بيتعدى على شغلين.
واد يا شحات ايوه يا عم منصور. سبت لي مستنزلين امي يا عم منصور. واحنا مالنا المثل اللي بالهضه دي؟ ايه دي؟ طب انت بتكتب مش قاعدين. عم الشيخ اسماعيل احنا ما اتفقناش على كده. معلش يا شحات. يعني انت يدوك ان امي تتشتم؟ احنا اتفقنا معاهم على كده يا رجاله. حد يقدر امه تتهان؟ طب بيهزر معاك يا شحات. يعني هو يرضى ان انا جبت سيره امه؟ يعني قل ادب. خلاص يا غفير تزودها يا سي منصور. يبقى الهيفوت دي نسيناك. خليك محبوس امال يا غفير. والله عاد مش ناقص غير سيره الام. عشان خاطر يا عمده ما تزعلش روح. ما زعلش روح ازاي؟ دم هي حاجه كده والسلام. انت ترضى حد يجيب سيره امك؟ هاني لا طبعا مرضاه. انت تبطل لماضي. هو الواحد ليه كم ام يعني يا اخوان؟ ده هي ام واحده بس. ما خلاص يا ابو فكره ما تشعنناش. وعشان خاطر يا عمده بلاش تتلجوز عليهم تاني. خلي الليله دي تفوت على خير. تقصد ايه يعني؟ اقصد من الشعر زمانه جاي. وانا مالي ومال الشعر يا جماعه؟ ده ايه يا عمده؟ ما احنا قلنا مالوش دعوه يجيب قدام الناس. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي كل شويه تقول لي الشاعر طيب لا تب علينا يا عمده. خد يا ناصر. خد يا ولد. ام اختي ما جوش ليه؟ اختك بتقول انها مش هتيجي غير لما امك تيجي. انا عارف راحت فين الاخرى. اختك دي بتقول ان امك خلاص راحت مطرح مراد. راحت تتقلب بالحضوري. الله يكفيك يا واد امسك لسانك. ده اسرار بيوت يا ابو لسان تنفذ. روح لهم تاني وفوت على دار. فوت على دار الاهل هاتوا وياه. قول له مش هتبع عايز يلا قوم يا ولد. والله عاد مش ناقص غير سيره الام. خلاص يا عمده عشان خاطر ما تزعلش روح. خلينا احنا المحترمين. انت شايف كده؟ ايوه شايف كده. خلاص اخواني معاهم والنبي انت عاجل يا عمده. اسمع يا شيخ البلد. ايه؟ انا هشتغل شغل العموديه اللي تحكم عليه. ازاي يا عمده مش فاهم؟ يعني مش هنبقى برود ونصرف الساعه عشان يضحك معاه ورا صوره اللي علينا. ازاي يا عمده؟ انت عارف فين على جد برضه. انت خليك ورايا ولا قلت لك معلش. هم الولاد دول بيتفقوا على ايه؟ عم منصور عايز ايه يا شحات؟ انتم عايزين تضحكوا وتنبسطوا مش كده؟ ايوه يا شحات. انت عارف ان المفروض بيحب قعدات الضحك والفرفشه. ايوه يا عم الشيخ اسماعيل انا عارف. وانا ولا عرفت دول هنحكي لكم حكايه تضحكوا وتفرفشوا احسن من حكاوي حسان الشاعر ب 100 مره. كده يا شحات. كده يا عم الشيخ اسماعيل. بس انا ليا طلب يا عم الشيخ اسماعيل. عايز ايه يا شحات؟ عم منصور اتفق معايا ان كل اللي اطلبه يتنفذ. حصل وكمان اتفقنا على ان انا ابقى عمده القعده دي كل ليله وانت ضم. مش كده يا عم الشيخ اسماعيل؟ كده يا شحات. ما تقول عايز ايه يا واد على الفيديو ويخلص. انت اللي تعالى ورايا يا احمد. انا القائد وانا اللي جاي اجيبك تبقى انت اللي تيجي يا ورايا. ابني استحمل هتوجعني. يا عم امشي. خلاص ايه يا شحات؟ اللي جبتهولك اهو. الواد ناصح قال ان انت عايزنا نتكلم. اقعد انت واد يا ناصح. اسمع يا هلال الليله ننزل كلام ويا الفوت فيكم عايز يتكلم هيتكلم بس باذن مني. انا عايز اتكلم. استنى هلال هو اللي هيتكلم. اتكلم يا هلال. اتكلم اقول ايه؟ واتكلم مع مين يا شحات؟ هي الناس دي مش ماليه عينك يا هلال؟ والناس دي مالها يا شحات؟ يا هلال مش انت لوحدك اللي متكتف وسط امان ومش انت لوحدك اللي عندك اخت بتخاف عليك وعايشه داخله ايه في الموضوع؟ ترى ايه يا هلال؟ ده عايشه هي كل الموضوع. بس وطي صوت. ما هو طول ما صوتنا واطي يا اما تتحبس يا اما تسلم. ايه اللي انت بتقوله ده واد يا شحات؟ واد يا شحات انت اتجننت يا ولد. عم الشيخ اسماعيل احنا كل سنه بنسمع حسان والغير حسان كمان والمره دي جايين نتكلم وانتم تسمعوا والالافين دول عندهم كلام لازم يقولوه. انا عايز اتكلم. تعالى يا واد اتكلم. اسمع يا شحات. اسمع يا لفين. الحاج مبارك انا بعت له بقره وجاي قال لي انها عيانه وبتموت والبقره ولا عيانه ولا حاجه. العمده انا هو اتريه هو والعمده متفقين عليا هما الاثنين. واحد ظالم والثاني بذمتين. مين تاني هيتكلم؟ انا هتكلم. اتكلم. انا بقى هحكي لكم قصه سي منصور الراجل اللي مفيش هلفوت في البلد ما عليهوش دين ليه وسط امانه ولانهم عارف انهم ناس غلبانين ومش هيقدروا له يدفعوا الفلوس بياخد بناتهم ويشغلهم في داره. وانتوا عارفين مفيش بنت دخلت داره وطلعت سليمه. ادي منصور ابو الساعه بتاع عادات الضحك والفرفشه. انت عايز ايه يا ولد؟ منك لله منك لله منك لله. مش انا اللي عايز. الالافيت هم اللي عايزين. عندهم كلام لازم يقولوه. دي ليها قاعده ثانيه يا شحات. ودي عمرها تحصل. ده هي ليله واحده في العمر. خد الالافين دول وامشي من هنا يا ولد. اسمعوا يا رجال منصور ابو الساعه رجع في كلام اتفق معايا ان كل اللي اطلبه يتنفذ. حصل ودلوقتي بيقول لنا غوروا من هنا يا رجال
انا هتكلم. اسمعوا يا رجال. شيخ اسماعيل روح نادي الغفار يقول لهم العارفين دول من هنا. خلاص انا هكلم سي منصور بذاته. الواد كمان. انا عايز اتكلم معاك يا سي منصور. اسمع يا هلال، اسمع يا هلال. تحت الموجة بالخير مش هقول قدامك هتستلم. انا عايز اكلم سي منصور يا محمود افندي. ما يا محمود افندي ما اي حاجه تاني مش هيحصل لك كويس. ها بعد ما انتقل من سباق اللي نابه من كده ما كان قاعد معانا بكم. عمل اللي عليه. تعالى يا هلال. اسمعوا يا رجال. الليله ليله السلام. ويا كنت عايز تتكلم يتكلم. انا عايز اتكلم. انا عايز اتكلم. ما تتكلم بقى يا هلال. هتكلم. اسمعوا يا رجال. منصور ابو سلاح اتفق معايا على منصور ابو سلاح عايز يوافق ان اختي عايشه تشتغل عنده في الدار عشان يتنازل على وصل الامانه اللي واخده عليا. بس انا مش موافق لاني خايف على اختي مني، علشان ما فيش بنت في البلد دخلت الدار وطلعت سليم. انت يا جدع انت. انا عايز اتحبس بس اختي ما تشتغلش في دار. احنا عايزين حاجه كل البنات اللي دخلوا دار زي اختك جات يا شحات. ولي يا شحات امك بتقول لك هي مش جاي، بتقول لك اطلع عبايه العمده وروح الدهان. تعالي هنا يا زين. ايه؟ امك مش جايه ليه يا زين؟ ده انا كنت عايزه تشوفني وانا عمده. هو شحات هو الواد ناصح ما قالكوش ان شحات بقى عمده يا زينب؟ ايه؟ عمده حته واحده يا شحاته؟ ايوه يا زينب عمده. واي الفوت عايز يتكلم بيتكلم. ما هو اني عامل الليله دي ليله الكلام. مش كده يا شيخ البلد؟ كده يا عمده. حتى انا بتكلم من الصبح اهو ومحدش يقدر يقول لي اسمي. ايه؟ يخيب انت عمدي وهو شيخ بلد. ايوه يا زين انا ما جيتش البلد ومش عاده بقى عمده. بتعملوا ايه يا جاح؟ قول ما عمدي انا مش جاحش. ما خلاص يا جاحش. تعالى يا زين. اسمع يا زين انا ما عملتش عمده الا عشان خاطرك انت. عشان خاطر انا يا شحاته. ما تكونش كذاب عشان خاطر كل بنات البلد. يا شحاته الواد صورة بالساعة عملك عمدي لحد ما حسن الشعر ايه؟ يضحك هو يتكلم يا هو اللي معاه، يعني عملك جرد. وانا مش هبقى جرد المنصوره بالسعد يا زين. يا شحات استهدف الله روح اقلع العمايل واديها المنصورة بالساعة واقعد غير الحلقين استنى الشهر. ما تسيبيه يا زين حرام تضيع عليه العمودين. ايه؟ طب انا ماشية يا شحات. استنى يا زين. ايه؟ انت تروحي فين؟ انا ما قدرتش اشوفك جرد قدامي الحلقين يا شحات. عشان خاطري يا زين اقعدي ثلاث بنات واستني للاخر. هو الاخر دي هو اللي مخوفني انا يا شحات. ما تخافيش يا زين بس انت بس روحي اقعدي جار البنات. اما اشوف اخرتها معاك يا شحات. معلش يا زين. يلا بينا يا سي منصور. استنى يا عم الشيخ اسماعيل اللعبه لسه ما انتهتش. الشاعر لسه ما جاش واحنا كان اتفقنا ان اكون عمده القعده دي كلها لغايه ما الشاعر يجي. حصل يا رجاله؟ حصل. وكمان اتفقنا ان كل نطلبه يتنفذ. حصل؟ حصل. وانا ليا طلب يا عم الشيخ اسماعيل. انت عايز ايه يا شحات؟ انا عايز منصوره بالساعه يقطع كل صلاه الامانه اللي في البلد. شيخ اسماعيل الواد ده عامل اختار لازم تحبس. الله يا فندم. هو مكانك يا رفيق. شيخ البلد ايوه يا عمده. هات لي منصوره بالساعه دي هنا. بس انا شيخ بلد يا عمده بالشغافه. وادي مصر. ايه يا عمده. اتصرف انت. ايه دي انا ما جيتش غفار. عندي غمه يا ولاد انا ما جيتش غفار. انا ما جيتش غفار. عندنا كيف يا شيخ الغافه؟ عادي يا عمده. ربنا قاضي يا مصر. روح معايا يا رجال. اللي في دماغك ايه يا شحات؟ خليه بعدين. دي لها قاعده ثانيه. وصلي كده يا عمدي ولا ما نوصلهاش؟ اوصلي ولا ما نوصلهاش؟ الشاعر جه يا عمده. الشاعر وصل. طلع الشعر يا عمده. خلاص لم الهرفيك وتقعد عشان تسمعها ثاني الشعر. عايزين تسمعوا الشعر يا رجاله؟ لا مش عايزين اسم. الاتفاق كان لغايه ما يجي الشعر يا شحات. ايه رايكم يا رجال؟ ننهي اللعبه؟ لا ايه رايكم يا بنات؟ ننهي اللعبه؟ كده بقى يبقى ملوش لزوم حسان الشاعر. والله ايه رايك يا عم الشيخ اسماعيل؟ انت يا غفير روح نادي الغفور يقولوا من الهرفين دول من هنا. اقف مكانك يا رفيق. اللي في دماغك دي يا شحات خليها بعدين. عم الشيخ اسماعيل دي فرصتنا وجت لحد عندنا واحنا مش هنسيب الفرصه دي تعمل ايدينا. شيخ اسماعيل انت ما تصرفش ليه؟ انت عايز العربيين دول كل كلمه تمشي علينا. سي منصور بصراحه كده انا بقول نسيب الهرفيك يتكلموا وقولوا اللي هم عايزين. اصل انا مش عايزه توصل لخناقه وضرب نار. انت ضرب موقعك حاجه يا شيخ اسماعيل. قوم يا غفير. اقف مكانك يا رفيق. هو ايه اللي بيحصل ده يا سي منصور؟ ما محمود افندي قال لك من الاول ان احنا ننهي اللعبه. استنى انت يا حاج مبارك. ارجع مكانك يا شيخ اسماعيل. اسمع يا هنفوت منك له. انتوا مش قد منصور ابو الساعه ولا قد عدو. وانا هنفوت فيك وانت هتكتب كلمه. مش هتكتب قدام مغرسين. محمود افندي.
عم الشيخ اسماعيل، عايز ايه يا شحاته؟ انت راجل حجاج وانت عارف ان منصور ابو السعد ظلم الالافات الغلابه دول، ومش كده وبس، ده اكرم في حقهم وتعدى على بناتهم واخواتهم، وهم عشان غلابه ما كانوش قادرين يتكلموا، بس دلوقتي الالافات هيتكلموا يا عم الشيخ اسماعيل. شيخ البلد ايوه يا عم. خد الرجاله وهات لي تحفظنا على منصور ابو السعد ومحمود ابو عام والحاج مبار. خليك بعيد انت يا عم الشيخ اسماعيل، نفذ الامر يا شيخ البلد. يا عمده وادي راس حراري كلام ورايا. محمود اسماعيل انت ما تصرفش ليه؟ لا يا فندم ايه المشكله اللي انت قاعد فيه؟ محمود ابو عمرو. ايه رايك يا حسان؟ محمود عاطف ليه بيه؟ ما تمشي احسن يا حسان.